جميل، شكرا. انا سعيد جدا بوجودي وسط الحشد الجميل دوت، بالذات سوري اكثر وجود ولادي الثوار اللي كانوا لي على مدار 3 سنين في الشارع واتمرمطوا معانا على الصفه وشافوني انا بتكلم بتلقائيه، ما بحبش اتكلم كلام عربي كده، انا بتكلم بتلقائيه. برضه بحيي الاستاذ علي عبد الشافي والاستاذ عمرو حميده، الناس اللي متواصلين معانا من المذاعه دي وليهم دور كبير قوي في وجودنا هنا. بالنسبه للدستور انا طبعا مش هتكلم عن الدستور اي كلمه، انا اقل مني اتكلم وسط الناس دي عن الدستور، لكن اللي انا اقدر اقوله ان الدستور ده اتعمل يعني بتوافق ان هو بيخاطب كل الطوائف، حاول يرضي كل الغني والفقير والغلبان والتعبان والمعاق والعائل وكل الفئات، عشان احنا في تحدي مع الخارج مش الداخل. احنا في ناس متربصانا، احنا في راجل افضل للبلد، الراجل دوت عيوب متربصه بيه، لو ما ينزلناش 14 و15 يبقى احنا بنضيع اللي احنا عملناه في 30 يونيو. وجودنا ونزلنا 14 و15 يناير ده هيثبت للعالم ان شعب مصر شعب صاحي، وان دي ثوره فعليه، وان الراجل ده راجل وطني وحمل بلد من الانهيار، فلازم نقف جنبه زي ما واقف جنبنا احنا نقف جنبه وننزل، حتى لو هنقول لا بس نزلنا مهم. الدستور مش قرآن، الدستور ممكن يتغير، لو في مادة مش عارفة ممكن اغيرها زي ما خط انظمة عصبته. اللي انا عايز اتكلم فيه والمهم الدستور ده هو مكتوب بورقة اهو، افعله ازاي؟ اطبقه ازاي؟ اطبقه بقى بيكم. انا دلوقتي قدامي رؤوس عائلات وقبائل وناس يعني ناس ليها دعوة وناس ليها كلمة في البلد. انتوا عليكم مسؤولية اكبر من اي حد، والمسؤولية الاكبر بقى والنتائج اللي بيعملوا بقى شفتوا بقى اللي تقولوا بقى معلش، الناس البسطاء، الناس الغلابة، الناس اللي مش لاقي تاكل، الناس اللي حقها بيضيعوا ما بتعرفش تجيبه، الناس اللي المسؤولين بيلعبوا فيهم كانهم ما لهمش قيمة. احنا قبل 24 يناير اتنسينا، ما كناش شعب، محدش يقول 30 يونيو بدأنا نظهر. احنا دلوقتي البسطاء الغلابة، الناس دي هي اللي كسبت دلوقتي، هي اللي ليها دور، ودول كنتوا تقفوا معاهم الكنتون، عايزين العدالة تبقى احنا نحققها بايدينا، وليه حق ياكل، واللي ما يعرفش ياكل يفكروا مع بعض. الاتحاد كله لو كل اتحد مع بعض، اتحاد الشعب كانت اي كانت حاجه اي مهما كان صورته، انما الاتحاد هو اهم شيء. اهم شيء ان احنا ما ننصرش على الفساد، نشوف الفساد فين ونحاربه ونقف مع بعض، نقف كلنا ايد واحده. هو ده اللي نجح البلد، هو ده اللي خرجنا من الموقف الظلامي اللي احنا فيه. البلد فيها خير، البلد مليانه خير وفيها ناس شرفاء. وتاني انا بتكلم على الشباب، ولادنا الشباب دول انا اكتر واحد بقى حسيت بيهم، لان انا لما حاولوا اخواني يقتلوني وحاولوا يتصابوا مرتين 3 منهم كلهم بنا 6 كانوا تحت مني في المستشفى وما شفتيش لحظه واحده. اهلي وعيلتي ما عرفوش، هم كانوا قبل اي حد موجودين معايا وجابوا لي حق ثالث وثالث منهم، والحمد لله. انا بتكلم بقى دلوقتي بالنسبه انا سعيد جدا في مستقبل الوطن، لان ده راح 25 و30. ان الشباب ده هو الدخل بتاع الثوره، هو الوقود اللي كان في الثوره، اللي الناس الكبار هم برضه القيادات بتاعتنا وكنا بنمشي وراهم، وكانوا بيقفوا معانا في اي محنه وفي اي العسكري المدني وقفوا معانا في باع طويل. العسكري المدني ما تسووش، عملوا معانا شغل كبير. الضواحي بدات تتلاشى، بدات تتلاشى دي انتوا بقى توصلوها ازاي؟ القريه دي تبقى احسن من المدينه. النهارده القريه دي بدات تتلاشى ان هي ما بقاش حد شايفها. انتوا بقى بايديكم بقى توصلوا صوتكم للمسؤول بس ما تسيبوش. لا يزال الفساد متوغل، لا يزال الفساد متوغل في المؤسسات. انتوا بايديكم، المحافظ قاعد في مكتبه في حاجات ما توصلوش للمسؤولين اللي تحت منه، انتوا اللي توصلوا. الاستاذ عمرو يشهد ان في حاجه في حاجات كتير اتعملت في البلد، فاكر تعرفوها ولا ما تعرفوهاش، بيوصل كل حاجه او يفكروا ان هم ما يعرفوش الكلام دوت. لازم انتوا بقى دوركم بقى يا جماعه نقف نار. والاهم بقى من ده كله سيبكم من اي حاجه، ان احنا نحب بعض بجد. لا واحد ده بقى هيطلع في الثاني ولا الثالث، لا احنا كلنا نقول كلمه واحده